يا أهلا بيكم في عالم تطوير رياكت. في معضلة دايما بتقابل أي مطور، يا ترى إيه الأداة الصح لإدارة الحالة أو الستيت؟ النهاردة هنخش في تفاصيل اتنين من أشهر الحلول الموجودة: الكونتكست API اللي جاي جاهز مع رياكت، والعملاق ريدكس. خلينا نشوف مع بعض إيه الأنسب وإمتى وليه. أي حد اشتغل على تطبيق رياكت حجمه كبير شوية أكيد عدى عليه الإحساس ده. فكرة إن الواحد يفضل يمرر بيانات من مكون أب لابنه لحفيده وهكذا عملية مش بس مملة، دي بتفتح الباب لمشاكل وصداع ملوش آخر. العملية دي ليها اسم مشهور وهو prop drilling. يعني من الآخر كده الموضوع ده بيبقى كابوس، بيخلي الكود مش منظم وصعب جدا في الصيانة، وكل المطورين بيحاولوا يهربوا منه بأي طريقة. وعلشان المشكلة دي بالذات، رياكت قدمت لنا حل مدمج وشيك جدا: الكونتكست API. بيظهر كأنه البطل اللي جاي ينقذنا من معاناة البروب دريلينج. الهدف الأساسي من الكونتكست API بسيط ومباشر خالص: إنه يوفر طريقة لمشاركة البيانات اللي ممكن نعتبرها عامة أو جلوبال على مستوى التطبيق كله، زي مثلا بيانات المستخدم اللي عامل تسجيل دخول أو الثيم بتاع الموقع، من غير ما نضطر نمررها من مكون للتاني يدوياً. طيب طريقة شغله عاملة إزاي؟ الموضوع كله بيتلخص في 3 خطوات بسيطة. أول حاجة، بنعمل كرييت للكونتكست، بعدين بنستخدم حاجة اسمها provider عشان نغلف المكونات اللي محتاجة توصل للبيانات دي، وفي الآخر خالص أي مكون عايز ياخد البيانات دي بيستدعيها عن طريق اليوز كونتكست هوك. الموضوع شكله سهل وبسيط، صح؟ بس هنا بقى الحكاية بتاخد لفة تانية خالص. الحل اللي شكله بسيط وأنيق ده للأسف جواه فخ أداء خطير جدا، ممكن ناس كتير ما تاخدش بالها منه في الأول. الاقتباس ده من مقال لفلاديمير كليبوف بيوضح الخطر ده بالظبط. السهولة الشديدة في استخدام الكونتكست API ممكن تخلي المطورين يقعوا في مشاكل أداء كبيرة وهم مش واخدين بالهم. النقطة الجوهرية هنا هي دي: اليوز كونتكست بيشترك في قيمة الكونتكست كلها على بعضها، مش بس في الحتة الصغيرة اللي المكون بتاعنا محتاجها. ومعنى الكلام ده إن أي تغيير مهما كان صغير في أي جزء من الكونتكست هيجبر كل المكونات اللي بتستخدمه إن يحصل لها ريرندر، حتى لو هي أصلاً مش مهتمة بالتغيير اللي حصل ده. والمثال ده بيورينا المشكلة بوضوح. نتخيل إن عندنا كونتكست فيه معلومتين: إز موبايل اللي بتتغير بس لما حجم الشاشة يتغير من موبايل لديسكتوب، وويدث اللي بتتغير مع كل بيكسل واحد الشاشة بتتحركه. لو عندنا مكون ألف محتاج إز موبايل بس، هيفضل يحصل له ريرندر مع كل تغيير بيحصل في الويدث، وده طبعاً إهدار كبير جداً للموارد على الفاضي. طيب الحل إيه؟ إزاي نتجنب الفخ ده؟ في شوية استراتيجيات مهمة لازم ناخد بالنا منها. أولاً، نفصل الستيت اللي بيتغير كتير عن الستيت اللي ثابت في كونتكست مختلفة. تانياً، نستخدم هوكس زي use memo و use callback عشان نضمن إن قيمة الكونتكست مش بتتخلق من جديد مع كل رندر إلا لما نحتاج فعلاً. وأخيراً، نحاول على قد ما نقدر نخلي المكونات اللي بتستخدم الكونتكست صغيرة ومحددة. ودلوقتي بقى خلينا نروح للبطل القديم ريدوكس. هو مش مجرد أداة قديمة وخلاص، لأ، ده حل مدروس وقوي جدا للمشاكل اللي الكونتكست ممكن يسببها لما المشروع يكبر. فكرة ريدكس كلها بتدور حوالين إنه بيوفر مخزن أو ستور مركزي واحد لكل الستيت بتاع التطبيق، كل حاجة محطوطة في مكان واحد، وده بيخلي تتبع التغييرات وتصحيح الأخطاء أسهل بكتير، خصوصاً في التطبيقات الكبيرة والمعقدة. الفكرة قايمة على دورة منظمة جدا من 3 مفاهيم. بتبدأ بأكشن اللي هو مجرد رسالة بتقول في حاجة حصلت. الرسالة دي بتروح لحاجة اسمها ريديوسر، وظيفته إنه ياخدها ويقرر إزاي يغير الستيت بناء عليها. وأخيراً، التغيير الجديد ده بيتخزن في الستور المركزي. الدورة دي بتضمن إنه تدفق البيانات دايماً بيكون في اتجاه واحد ومنظم. والنقطة دي بقى هي سر الصنعة كله. حتى ريدكس نفسها من تحت لتحت كده بتستخدم الكونتكست API، لكنها بتستخدمه بس علشان توصل الستور للمكونات. عملية مراقبة التغييرات والريرندرنج بتتم من خلال نظام اشتراكات مخصص وذكي جدا، وهو ده اللي بيخليه يتجنب تماما مشكلة الريرندرز الكتير على الفاضي اللي الكونتكست API لوحده بيقع فيها. طيب بعد كل ده نوصل بقى للحكم النهائي: ايه الأداة الصح للشغل الصح؟ الأرقام من دراسة IGS بتقول إن حوالي 67% من المطورين بيستخدموا الكونتكست API، وده كلام منطقي جدا لأنه حل مثالي للمهام البسيطة في التطبيقات الصغيرة والمتوسطة اللي مش محتاجة تعقيدات كبيرة. لكن على الناحية التانية بقى، 72% من التطبيقات الضخمة والمعقدة بتعتمد على ريدوكس.
لما الستيت بيكبر والمنطق بيتشعبك، قوة ريدوكس ونظامه الصارم بيبقوا ضرورة مش مجرد رفاهية. والجدول ده من جيكس فور جيكس بيلخص لنا الفروقات الجوهرية بشكل مباشر. ريدوكس مركزي، بيدعم الميدل وير وبيوفر أدوات تصحيح أخطاء قوية جدا زي الريدوكس ديف تولز. أما الكونتكست API فهو لا مركزي، أبسط، لكنه بيفتقر للإمكانيات المتقدمة دي. والكلام النظري ده تأثيره إيه على أرض الواقع؟ الرسم البياني ده بيورينا التأثير العملي. استخدام حل قوي لإدارة الحالة زي ريداكس مش بس بينظم الكود، ده بيقلل الأخطاء بنسبة كبيرة جدا وبيخلي سلوك التطبيق متوقع أكتر. زي ما هو واضح، في تحسن بيوصل لأكتر من 62% في تقليل الأخطاء المرتبطة بالستيت. يبقى في الآخر الموضوع مش معركة مين يكسب. السؤال الحقيقي هو إيه اللي المشروع محتاجه؟ لو بنتعامل مع ستيت بسيط ومش بيتغير كتير زي الثيم أو اللغة، الكونتكست API ممكن يكون أكثر من كافي. لكن لو بنتعامل مع بيانات معقدة وتحديثات متكررة ومنطق أعمال كبير، يبقى ريدوكس هو الحل الأقوى والأكثر أمانة على المدى الطويل. يعني الاختيار الصح بيبدأ من تحليل دقيق لحجم المشكلة اللي بنحاول نحلها.